بدكم تاكلوا لحم مدخن بسعر رخيص وعليه خصم 50% وبأفخم مناطق دبي، خلوكم معي. هلا شوفوا لي السحر اللي بده يعملنا اياه مؤيد، ترى لا تتحمس كثير وتحرق المطعم. يا ويلا. ايه وهلا مين بده يطفيها هاي؟ هلا بتطفي لحالها. هذا الشو اللي عم نعمله وقت اللي بتجوا بتشتروا اللحم المدخن بيعمل لكم نفس الشو. حاج حرقتني. هلا خلينا نفتح ونفرجيهم النغنغه. يا ويلا. شوفوا لي الرقبه على هاللون. هلا قربوا تعالوا شوفوا طراوه اللحم. شوف 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 العظمه لحالها فكت. شوف اللحم. شايف؟ عم بتذوب ذوبان. فرجينا مؤيد شلون بدك تفرط الرقبه. جاهز؟ يا الهي. هلا اجى دور نملحها. شوفوا لي العسل مالي. هلا من نغنغه في العسل. معلم هلا بناخذ هالقطعتين ونروح ندخل دخلتنا فيهم لانه في عندهم قاعده بتجنن. جينا على موضوع الخصم، الخصم 50% لواحد 9. وليش اكلت الاكل هون ما بالسياره؟ لانه عندهم قاعده اللهم صل على سيدنا محمد جميله جدا جدا جدا. اسم المطعم ما راح لكم اياه للاخير. هلا صار وقت نجرب الاكل ونشوف شو وضع اللحم. طبعا الوجبه بتجي مع رز تركي وبتجي مع هدول. هلا بقى بنشوف اللحم. ولي على قلبي انا هذا رايح منيف. طلع 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 الزهري طلع. تغطي اللحم بالعسل هيك. بسم الله. دق لهم للشباب كلياتهم قول لهم بكره الاكله عم بدنا نحلب الخصم على الاخير. فرجيهم الدهن والنغنغه والسقسقه. تعال نغطى غطى هي بالباربيكيو. الكتف بعطيه 11 من 10 مو 10 من 10. شو هي ززره؟ باذن الله خلال هالخصم ما راح خلي حدا بالامارات ما ياكل لحم مدخن. المطعم اسمه تل صنوبر بالجميره 1 دبي. والله انا بدللكم يعني كيلو لحم مدخن ب 300 عنده خصم 50% بوقف 150 درهم. وين في كيلو لحم مدخن 150 درهم في ارقى مناطق دبي؟ هذا اللحم اللي انا بحبه. شوفوا لا في لا خيوط ولا شيء كله دهن. والله اشتهيت اكل شوي من الرز منظره بجنن. هي حطينا شويه رز شويه لحم والقليل من العسل. والله الرز عندهم كثير طيب. هلا انا واحد من الناس اذا بدي اعزم حدا عزيمه مرتبه بعزمه هيك عزيمه. شوفوا لي صوص الشبشوري وبنحط لها شويه لحم منغنغ في العسل. يا زلمه حتى العصب منتهي نهي بس ما بتاكل. هلا معقول في بني ادم على وجه هالكوكب ما بيحب اللحم مع العسل؟ على فكره المطعم ما هو مختص لحوم مدخنه، عنده كثير اكلات مثل اليبرة، المشاوي، الطبخ، كثير قصص. شو بدنا نشفي من لبن العيران؟ الحمد لله رب العالمين. هذا كان عشاء اليوم، عشاء خفيف نضيف ما تأمن ونتعشى مع الشباب. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. كالعاده يا ساده الصلاه والحديث تجلب السعاده.